طول الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المؤمنون والمؤمنات، يستفاد من هذه الآيات أن هذه القصة رمز لتمكن فضيلة التقوى من قلوب أنبياء الله، وهو ما أثمر تضحية وتحررا. والتضحية هنا لها وجهان: الأول الإيمان بمقتضاه وهو الإخلاص والتسليم والتفويض لله تعالى، والثاني التفاني في العمل وفق أمر الله تعالى مع الإحسان والإتقان، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالتصديق بالرؤيا إيمان صادق، والقيام بالفعل وفق أمر الله إحسان، فيتحقق في المحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس ببعيد على المؤمن المقتدي بنبي الله إبراهيم والمتأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من المحسنين الشاكرين لأنعم الله المختلفة، وذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح اللذين هما شرطا الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في الدين والدنيا والآخرة، وفي النفس ومع المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها. هذه القصة أيها الأحباب الكرام هي للتأسي، سيقت هذه القصة للتأسي وللعبرة، لأن يعتبر المؤمن بأبينا إبراهيم عليه السلام في التضحية في سبيل الله. تصوروا معي أنه ظل سنين عددا مشتاقا للولد، ولما وهب الله تعالى له الولد قال له: اذبح هذا الولد. وما كان من إبراهيم إلا العزم على التنفيذ، العزم على التنفيذ، لم يتردد. هذا شأن المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر الله وكان أمر الله لا كلام، ما كان لهم الخيرة. وإسماعيل عليه السلام قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذه ذرية طيبة، ذرية الإيمان، هذه الذرية التي انبثقت منها مشكاة النبوة. هذه الذرية الصالحة، ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، هي الذرية التي أعطى الله تعالى بها المثل وأعطى بها القدوة الصالحة. إذا قرأتم عن سيدنا إبراهيم وعن أبنائه وأحفاده كلهم كانوا ذرية طيبة مباركة أعطى الله بها المثل وجعلها قدوة للعالمين إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن من كرم الله تعالى على العباد أن أشركهم مع حجاج بيته الحرام في كثير من الطاعات في هذه الأيام،
التي منها التكبير والذكر والدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما أجمل أيها الأحباب الكرام، ما أجمل هذا الحديث، أيام أكل وشرب وذكر لله. هي أيام فرح وأيام ذكر وأيام أكل وشرب. أيام أكل وشرب بمعنى أن هذا اليوم له ميزة، له خاصية، أنه يجتمع فيه أمران عظيمان: متعة الجسد ومتعة الروح. متعة الجسد في التوسعة على النفس، ومتعة الروح في الاتصال بالله عز وجل وغسل القلب بكثرة التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. ما أعظم ديننا، ما أعظم هذا الدين أيها الأحباب الكرام، ما أعظم ديننا، فتمسكوا به رحمكم الله. أيها الشيوخ، أيها الشباب، أيها الرجال،